تخيل حياتك من غير خوف. اصلا كان زماننا كبشر انقرضنا من زمان لو احنا ما بنخافش. الخوف بيولد رد فعل تلقائي عشان يحميك من المخاطر. تخيل زمان الانسان البدائي كان طلع عليه اسد، فبدل ما يستخبى عشان الاسد ما ياكلوش فكر تفكير منطقي وحلل الموقف بمخه وقال لك ما نستنى نشوف، ما يمكن الاسد مش في نيته انه ياكلني. صحيح دلوقتي الحياه امنه اكتر من قبل كده، بس شعور الخوف لسه موجود عشان ينبهنا ويدينا تحذير من اي حاجه هتاذينا، ومش شرط مصدر الاذى ده يكون اسد. مخك دايما مستعد انه يدور على المخاطر ويركز عليها. صحيح الخوف ده ممكن يبقى زياده عن اللزوم ويتحول لمرض لازم علاجه، بس صديقي اوعى تتضايق انك بتخاف، او اوعى تخاف انك هتتحط في موقف فتخاف انك بتخاف. انت بتمتلك واحد من اعمده الحياه الاساسيه. الخوف مش حاجه هنطفيها بزرار. تقبل الحاجات اللي انت بتخاف منها وابدا دور على اسباب منطقيه تقنع عقلك بيها ان كل حاجه هتبقى تمام، والخوف ده ملوش داعي. عامله زي ما بتعامل اي طفل صغير، واوعى تقسى عليه. بس كده، ده كلام محدش طلبه مني.